الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اسمي محمد رشاد من سوهاج مركز البلم. عندي مشكلة، عندي طفلين آسر وحمزة، آسر 4 سنين وحمزة سنة واحدة. محتاجين عملية زرع نقاع وما فيش وسيلة ليهم. تبعت مع التأمين الصحي في سوهاج عندنا، رحت حاولت مع أطفال مصر تبع التأمين الصحي. حاولني قال لي روح مستشفى في مدينة نصر تبع التأمين الصحي من تحاليل التوافق. تحاليل التوافق ده اتعمل من الأب والأم، فيها 50%. 50% طبعا يعني قبل ما ارجع للدكتوره بتاعت التأمين الصحي في أطفال مصر، رحت دكتور كبير وبيعمل عمليات كده تبع النقاع يعني. قال لي يا ابني ال 50% دي صعبه، ما ينفعش تعمل 50% توافق نصفي. فدلوقتي انا رجعت للدكتوره تبع التأمين الصحي، فقالت لي انا ممكن احولك تعمل عمليه. قلت له دكتور انا العمليه دي صعبه، انا كشفت عند الدكتور الفلاني قال لي العمليه دي صعبه ما ينفعش. قلت له ايه بصراحه هو انيميا فانكوني ده حالة ابنك ما ينفعش فيه نصفي، لازم يكون 100%. قلت طب ايه الحل يا دكتوره؟ قالت لي خلاص الحل تجمع حد متبرع لما اوقف لك الزرع. قلت لها خلاص وقف لي الزرع. طبعا هي دكتور وقف لي الزرع، انا عملت محاوله، جبت الاقارب واخواتي وناسي، قلت لعل وعسى اجمع حد. عملت تحاليل على حسابي والتحاليل دي غاليه شويه. عملت حسابي برضه ما فيش وسيله ليهم. كل اللي القاه يعني غير طبيعيين، حاله صفر، الا انا والمدام بس هو يعني 50% بس توافق. فانا دلوقتي طبعا كل اللي عايزه بس من المسؤولين ويعني ورجال الدوله كله خير ومصر كلها خير، يعني ان هم يعني تراعوا الظروف ويساعدوا العيال دي. يعني لما يساعدهم مثلا بعلاج او يسافرهم برا او يجيبوا لهم علاج من برا. اهم حاجه يعني العيال يتعافوا. يعني نفسي اشوف العيال كويسين. انا ساعات والله العظيم انا دلوقتي واقف وربنا يعلم حالتي، بس والله مني اكون قاعد مع نفسي كده ربنا عن العالم، يعني الدمعه دي هتنزل لوحدها كده. حاسس ان الواحد خلاص مستقبله ضاع. انا جيت كنت مسافر وجيت، قلت حاجه من الاثنين، لا اقعد في الغربه يا اما اقعد مع عيالي. فقلت خلاص اقعد مع عيالي احسن، وان شاء الله لعل وعسى ارجع حل. وانا الوقفه دي والله مش من فراغ، الوقفه دي والله العظيم من بعد يعني تعب ولف كثير. قلت ان شاء الله باذن الله لعل وعسى حد يسمع صوتي، وارجو من يعني صوتي اللي وصل فخامه عبد الفتاح السيسي قائد الانسانيه، يعني راجل كله خير وبيعمل خير كثير. يعني لو سمعوا صوتي والله اللي خلصني يعني مكالمه التليفون. بس كل اللي عايزه من المسؤولين ان هم يراعوا الظروف، ان انا ما فيش دخل ولا شغلانه ولا حاجه، سبت الغربه وقعدت مع عيالي هنا عشان خاطر ايه امسك اليافطه الورقه زي كده، عشان خاطر هم يساعدوني ويراعوا الظروف. فجاء اللي يسمع صوتي يعني يراعي الظروف كده ويساعد العيال دي لما سافرهم برا يجيبوا لهم علاج. اسر وحمزه محتاجين عمليه زرع نخاع.